تفتكر ايه اللي هيحصل لو مهندس من بتوع اليومين دول صحي لقى نفسه في روما القديمة؟ اليوم الأول بتفتح عينيك تلاقي نفسك في موقع بناء، آلاف العمال بيسحبوا حجر جيري بالحبال، رئيس العمال بيديك أجنة وشاكوش، بتبص تلاقي الكولوسيوم مبني نصه، الأوناش بتاعتهم شغالة بعمال بيمشوا جوه عجل عملاق زي الهامستر بالظبط، بتقوم راسم نظام بكرات على التراب، رئيس العمال بيبصلك كأنك لسه مخترع النار وانت فعليا عملت كده. اليوم الثالث بيجربوا تصميمك، winch واحد بيرفع اللي كان بيحتاج 40 راجل عشان يحركه، كبير المهندسين بيوقع الورق من ايده وبيتمتم بكلمات مش مفهومة من كتر الصدمة، الامبراطور بيبعت لك مرسال عايز يقابل الساحر الأجنبي اللي خلى الحجارة تطير، بتطلب مرتبة بيعرضوا عليك عبيد فبتطلب منهم غدوة حلوة أحسن. اليوم الخامس وانت بتصلح مجرى المية تلاقي راجل بشنب مستعار بيخبط على كتفك بيقولك لو الخرسانة هي مصدر قوتك مين انت من غيرها؟ بيطلع مين؟ سقراط، بتقوم لفه في سجادة وتشحنه لليونان على مركب غلة وهو لسه عمال يسأل أسئلة من جوه السجادة. اليوم السابع الكولوسيوم بيخلص قبل ميعاده ب3 سنين ونحتوا وشك على عمود، انت أصلا ما بقتش مجرد مهندس خلاص.